بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين بمناسبة العام الميلادي الجديد. يا رب كده يعودوا عليكم بالخير يا رب، ويجعلها سنة سعيدة علينا وعلى الكل يا رب. ويبدل كده اي حاجة مش كويسة، يبدلها بالفرح يا رب وبالخير ان شاء الله. النهارده بقى انها بمناسبة المناسبة السعيدة دي، ان احنا نقبل كده على عام كده جديد ان شاء الله. عملت لكم التورتايه المبهجة دي يعني. فان شاء الله نقدم تورتايه كده جميلة مع بعض النهارده. هنشوف مع بعض دلوقتي الطريقة. طبعا ايه، انا معايا ان شاء الله نص كيلو من دقيق الاسبونج. وطبعا يعني اللي بيخلي الكيك ما شاء الله مرتفع وجميل جدا. معايا كده نص كيلو من الدقيق الاسبونج الشوكولاتة، ومعانا 4 بيضات، وهضيف عليهم حوالي نص كوباية من المية. وهبتدي طبعا ايه اضربهم كويس جدا، لازم مضرب كهربائي او كان ايه يعني عجان، يعني عشان تبقى حلوه زي ما انتوا شايفين. حطيتها في صينيه، لازم تكون صينيه مرتفعه. انا مش عندي صينيه مرتفعه، فانا يعني رفعتها بورق زبده كده، وحطيتها في الفرن على درجه حراره عاليه. واول ما طلعت طبعا قطعتها كده زي ما انتوا شايفين، وببتدي اعمل كريم شانتيه. معايا ربع كيلو من كريم شانتيه المحلى، وضفت عليه 3 كوبايات من الميه وضربته. وطبعا انا هعمل بقى ايه اللون اللي انا هستخدمه. انا ضفت معلقه من الجيلاتين، على معلقه من الكاكاو، على معلقه على نقطه من اللون، وشويه من الكريم شانتي. عشان انا ضفت الجيلاتين عشان انا عايزه الكريمه تبقى زي الموس كده، تبقى متماسكه. عشان طبعا هتنزل على صوص شوكولاته درج، فطبعا ايه هتخليه ما تسحش يعني عليه. ف... فانا حبيت ان انا يعني اضيف معلقه من الجيلاتين على اللون يعني. تمام، عشان ما تسحش على الشوكولاته. وطبعا هعمل لون اصفر برضو بنفس الطريقه. هضيف نقطه من اللون على معلقه من الجيلاتين، على برضو معلقه صغيره من الكاكاو، عشان يعني نظبط اللون كده اللي انا عايزاه. وطبعا هضيف ايه الكريم شانتي كام معلقه كده عليه يعني، زي ما انتوا شايفين كده. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم. بصوا أنا كنت عايزة يعني اللون دون فظبطت اللون اللي أنا عايزاه. وهبتدي أعمل صوص الشوكولاتة. طبعا أنا هعمله صوص كده بالشوكولاتة الدارك يعني. هضيف طبعا ربع كيلو من الشوكولاتة على نص كوباية من الزيت، ونص كوباية من اللبن. ربع كوباية من الزيت ونص كوباية من اللبن. وهسيب الكاكاو مع الزيت ومع المية لما ايه حوالي برضو ايه نص كوباية من المية. قبل ما يغلوا غلوة هضيف الشوكولاتة، وبعدين هقلب زي ما انتوا شفتوا كده. زي ما انتوا شايفين هسيبه بقى يهدى على المطبخ شوية عشان اصبه. وطبعا هنبتدي نسقي الكيك بتاعنا. انا ضايفة معلقة من اللبن، تمام، على معلقة من السكر كده، وسقيت الكيك بتاعي عشان يبقى طري. اي صوص عندنا، صوص صوص شربات او اي حاجه بنسقي بيها يعني. وزي ما انتوا شايفين كده حطيت الكريمه وجلست بالسباتيلا. وطبعا ايه برضو هعمل شويه من الكريمه كده شوكولاته اضيفها من على الوش من فوق. لا اله الا الله. انا بسرع الفيديو شويه، ما حبيتش اطول عليكم يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم. طبعا هبتدي اجلسها خالص كده زي ما انتوا شايفين، وهبتدي طبعا ايه اصب عليها صوص الشوكولاته. طبعا التزيين ده حسب رغبتكم انتوا. وزي ما انتوا شايفين كده هصب عليها صوص الشوكولاته. واول هسيبها يعني تتمسك شويه في التلاجة، وهبتدي طبعا ايه ان انا ازينها. انا حبيت اعمل يعني طبعا التزيين ده طبعا راحتكم انتوا.
انا عملته يعني زينتها كده للشعار بتاع الفريق بتاعي، يعني التيم بتاعي. فطبعا انا عملت الشعار بتاعنا الجميل. وبحب اقول لهم كل سنة وانتم طيبين من قناتي على اليوتيوب برضو. طبعا ايه، انا ضفت طبعا، عملت كده الخطوط كده للشعار بتاعنا. وهبتدي ارسم بقى كده. طبعا التزيين حسب رغبتكم انتم بقى، يعني ايه، احنا بنجتهد على قد ما نقدر يعني. انا لقيت القالب اللي انا بشتغل بيه او مش مظبوط معايا يعني، فحبيت بقى ان انا ايه، ازين كده بالخرز كده عشان الفورمه كانت مش مظبوطه شويه معايا يعني. ده كده انا عملت السنبله دي، سنبله يعني انا رسمتها على قد ما قدرت واجتهدت يعني. وهبتدي اشوف زي ما انتوا شايفينها كده بقى، طلعت معانا تحفه جدا وجميله ومرتفعه وروعه يعني، ما شاء الله، حلوه جدا. متنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب يعود عليكم كل السنين الجاية خير وسعادة عليكم وعلى كل الناس اللي بتحبوهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.